السلام عليكم اعزائي المشاهدين، ان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه. دائما كما عودتكم فيديوهات جديده مختلفه متنوعه. اليوم جيتكم بوصفه بسيطه سهله، يعني توجديها في ساعه. هي البطاطا المرحيه او البطاطا المهروسه. انا كنت درت كيلو بطاطا، غسلته، قشرتها، قطعتها ودرتها في الماء، ودرت لها شويه الملح وحطيتها طيب. نروح لاصوص تاعي. هنا جبت ملعقه كبيره تاع زبده وملعقه كبيره تاع الزيت، وحطيت الطرف تاع الدجاج هذاك، حطيته يتقلى مليح. لازم نخليه حتى يحمر، يدي لي اللون الذهبي. وديما نقول لكم ونعاود لكم، لازم تقليو الدجاج تاعكم في لاصوص، يعني كي تعود بيضه والله يعني لازم تقليوه، يعطيكم بنه رائعه. انا بعد ما تقلى لي ودالي اللون الذهبي، نجيب هنا 3 سنات تاع الثوم وحبه صغيره تاع بصله، والا كانت كبيره نسحق منها غير النص. يعني هنا البصله ما نسحقش بزاف، نسحق كميه قليله برك، ونحطهم يتقلاو لي مع هذاك تاع الطرف تاع الدجاج. وهنا نزيد نصف ملعقه صغيره تاع الملح وربع ملعقه صغيره تاع الفلفل الاسود، ونحطهم يتقلاو لي في هذيك الزبده والزيت حتى يعطيو لي اللون الذهبي كما راكم تشوفون. ونجيب هنا 2 كيسان تاع الماء الحامي او المغلي، ونكبو فوق هذيك يعني نمرق به الدجاج تاعي، ونقص له ونخليه يطيب حتى يطيب لي هذاك الدجاج، وتبقى تتشرب لي هذيك لاصوص، تبقى لي كميه قليله. هنا بعد ما طابت البطاطا تاعي نجيب العشوار، نصفيها كيما راكي تشوفي هكذا، وندير لها نص كاس تاع حليب. هنا على حسب الكميه تاع البطاطا اللي عندك. الا عندك بزاف راح ترحيها على مرتين وديري كاس حليب. الا عندك كميه كيما هكذا، انا درت نص كاس تاع حليب قيس ما تترحي لي هذيك البطاطا. بعد ما رحيتها زدت لها ملعقه كبيره تاع الفرماج ونصف ملعقه كبيره تاع الزبده ورحيتهم. وهنايا البطاطا واجده. نروح لاصوص تاعي. هنايا تحذف لي المقطع هذيك لاصوص، نحيت الدجاج وعاودت درتها في الخلاط الكهربائي تاع الجي، ورحيت هذيك لاصوص في الخلاط، وهنا درتها مباشره فوق البطاطا تاعي. وش نقول لكم، يعني واحد لاصوص، واحد البنه فيها. يعني نتمنى تجربوها، وصفه سهله بسيطه توجد يعني ليه ثمثم، يعني كما نقولوا احنا. انا لهنا درتها في وقت يعني قصير جدا، وجدتها في وقت بسيط. وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم، والى اللقاء في فيديو اخر.